سلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ المهم النهارده هنحكي قصة زيها زي آلاف القصص اللي بتحصل مع أغلبنا، يعني تقدر تقول 80% مننا. أما ال20% التانيين يمكن يكونوا اللي دمهم نقي أو ما بين قوسين يعني الزهريين، أو يمكن يكون لسه ما جالهمش دور أو ما حصلهمش أي حاجة. المهم بلاش نرغي كتير وندخل في الموضوع على طول. وقبل ما نبدأ عايزك ننفذ الشروط، ولو انت جديد في قناتي فأهلا بيك، وتعالى قرب علشان اقولك على الشروط، وهي هتجهز المشروب المفضل ليك واللب، وتسمع بصوت عالي في أوضة ضلمة ولوحدك، ولو حد جنبك فبلاش كلام كتير وبس. وأتمنى لك يا صديقي أقصى درجات الرعب. استمتع. أنا مروان، عندي 22 سنة وفي كلية حقوق. الحكاية بدأت معايا إن في يوم من الأيام كنت قاعد على الفيس وكده، وكان يوم حر وزهق. المهم لقيت صفحة اسمها أو بلاش أقول اسمها علشان ما اخدش ذنب أي حد يجرب. المهم شدني العنوان ودخلت عليها، لقيت ما بين البوستات كده بوست بيقول عن رد الحبيب وقلب الزوج والكلام ده والسحر وكده. طبعا انا معلوماتي عن الحاجات دي كويسة جدا، وخصوصا ان من صغري وانا بهتم بالحاجات دي. المهم لقيت بقى في اخر البوست ده في النهاية، نهاية الكلام مكتوب ايه: باستخدام سحر تولوش، اللي هو ما بين قوسين الكائن السفلي. لأول مرة في حياتي أسمع عن الكائن السفلي. أنا طول عمري أسمع عن سحر سفلي، طلسم سفلي، عمل سفلي، لكن كائن سفلي عمري ما سمعت عنه قبل كده. ومكتوب في عبارة بخط صغير كده إن هو كائن خلق قبل خلق آدم، وطريقة استدعائه سهلة جدا. وكانت طريقتها إن أنت هتقول 150 حرف في 30 ثانية، ولازم تسيب ضوافرك لمدة يومين قبل ما تقرا الطلسم من غير ما تنضفها أو تغسلها. وكان المفروض أقوله يوم الأربع والسبت والاتنين، بدايته الأربع والاتنين آخر. بعدها هيحضر الكائن السفلي. أنا بعد ما قريت الكلام ده فضلت أقول لنفسي إيه كلام العيال ده؟ طبعا الكلام ما عجبنيش، وبعت رسالة على البوست وقلت فيه إن ده كلام ما يخشش على عيل صغير. طبعا كلام كله كدب في كدب. بعديها بدقيقة لقيت حد بيرد عليا وبيقول لي: جرب وانت هتشوف ان هو كدب ولا لا، وابقى ابعت لي ايه اللي حصل معاك. طبعا انا من الشخصيات العنيدة، ورحت قلت له طيب انا هعمل الحاجات دي علشان اثبت لك ان هو كلام فاضي. راح قايل لي بس لو حصل معاك حاجة ما تجيش تتكلم معايا وتقول لي ان انت السبب. قلت له تمام ماشي، وعملت الخطوات. وبعديها بيومين اللي هو كان يوم الاربع بدأت اقول الحروف وانا متأكد 100% ان هو كلام فاضي، لحد ما جه يوم الاثنين وعملت اخر الخطوات ونمت. وكنت مستني اليوم التاني علشان اثبت له كلامي. وفعلا نمت وعدى اليوم، وقمت وانا متحمس اوي. لكن لحظة واحدة، ايه اللي انا شايفه ده؟ صورتي اللي على الدولاب حد دالع على وش حبر. بس ايه ده؟ ده كل صوري كده. طبعا اشمعنى صوري انا؟ طب ما ابويا وامي واختي صورهم ما عليهمش اي حاجة. وخرجت وسألتهم مين اللي عمل كده، كلهم قالوا ما نعرفش. قلت في نفسي تبقى مصيبة لو الكلام صح. المهم في نفس اليوم اتبعت لي رسالة وقال فيها: ها جربت؟ قلت له جربت. قال له بعدين ايه اللي حصل؟ رحت قايل له ما حصلش حاجة. راح قايل لي انت كذاب، حصل وانا عارف ان هو حصل. قول لي ايه بقى اللي حصل علشان اقدر اساعدك بحاجة او افيدك. طبعا هنا انا حسيت بالذل لاني ما عرفتش اثبت كلامي، ورديت عليه وقلت له الصورة بتاعتي وشي كان حد دالع عليها حبر. قال لي ان دي البداية بس. رحت قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي ما تعملش حاجة، استنى قدرك بقى. وما ردش عليا تاني. المهم انا كل اللي شاغل بالي ايه اللي هيحصل بعد كده. وجت الساعة 11 بالليل ودخلت علشان انام، ونمت وحلمت بحلم غريب جدا. حلمت ان في الشقة بتاعتنا، ولكن كلها كانت فاضية ما فيهاش عفش ولا اي حاجة. وفجأة طلعت من الأوضة بتاعتي قطة سودا، عينيها الشمال حمرا واليمين مقفولة، وفي آثار ضرب على عينيها، على عينيها اليمين يعني. ورجليها الشمال مكسورة وبتمشي على 3 رجول. ومش بتبصلي، لا دي بتبص على حد تاني جنبي أو ورايا، مش عارف. بس أنا أول ما بصيت ورايا لقيت راجل عجوز أوي وأحدب، عينيه زي عيون التعبان. قلت له أنت مين وأنت في البيت بتعمل إيه؟ لقيت الصوت ورايا وببص لقيت القطة، لكن كبرت وبقت قد طولي. راحت عضاني في بطني وصحيت من النوم مفزوع، وفضلت أقول بسم الله الرحمن الرحيم. إيه الحلم الزبالة ده؟ وقمت دخلت غسلت وشي وغير هدومي، لكن لقيت مكان العضة اللي في بطني مكان أنياب مغروزة في لحمي. شكل الموضوع بقى جد، يبقى الراجل كان عنده حق. أنا إيه اللي عملته في نفسي ده؟
وعدى الاسبوع عليا، وكل يوم بحلم نفس الحلم، وكل يوم الاقي عضة شكل في جسمي، لحد ما في يوم كنت نايم وفي حاجة جت صحتني الساعة 2 بالليل. قمت ببص في ايدي، لقيت نص رغيف بايظ في ايدي الشمال، وقمت اتفزعت من المنظر وقلت ايه ده، جه منين ده، وايه اللي حطه في ايدي؟ انا اتخنقت، انا مش عارف اعمل ايه. طب انا هقوم اشغل قرآن، ولسه رايح على الجهاز علشان افتحه، لقيت السماعات راحت ولعت قبل ما الجهاز نفسه يشتغل. جريت وجبت ميه وطفيتها، وبعدها النور بدأ يقطع كده، وانا قلت شكل النور هيقطع، ما ده اللي ناقص. وفعلا النور قطع، ورحت علشان اجيب الكشاف او الشمعة من الأوضة، وقبل ما ادخل الأوضة الشمعة ولعت لوحديها. انا اتفزعت، كنت هموت من الرعب، وبدأت ادخل الأوضة بالراحة، وفجأة لقيت واحد قاعد على السرير مديني ظهره، وده تقريبا الراجل اللي شفته في الحلم. رجعت بالراحة برا الأوضة، وكان خارج من الشمعة النور قوي، قوي بقوة مش طبيعية، بس تحس إن النور مش ملامس منطقة السرير خالص. المهم فجأة سمعت صوت سريري لما بنزل من عليه بيعمل صوت كده، وابتدى الصوت ده يحصل، وببتدي أدخل الأوضة علشان أشوف إيه اللي حصل. لقيت الراجل اختفى، وبصيت على الشمعة، راحت مرة واحدة هوا ضرب في ظهري، والشمعة راحت اتطفت، والدنيا رجعت ضلمة تاني. أنا في اللحظة دي كنت خايف جدا، كنت بدعي ربنا إنه ياخدني في اللحظة دي، ربنا ما يوريها لحد، لكن يا ريتها جت على الشمعة بس. بعديها بلحظات سمعت صوت أمي بتنادي عليا. عارفين لما الأم بتدلع ابنها وكده؟ هي بقى كانت بتنادي عليا كده، وبتقول لي مروان يا حبيبي، مروان حبيب ماما. أنا ساكت ما بتكلمش كأن اتصبت بشلل، وهي بتنادي عليا. رحت رادد وقلت بصوت واطي ماما هو ده انتي؟ قالت لي ايوه يا حبيبي انا شايفاك اهو، انت مش شايفني؟ يا نهار اسود، ايه اللي انا سمعته ده؟ وهو يا اما انا اتعميت يا اما بحلم، دي الدنيا كلها ضلمه. قلت لها انت مش امي. بدأ صوتها يعلى ويخشن وتقول لي تعالى يا مروان، تعالى بدل ما اضربك هسلخ وشك بالنار، احرقك بالنار. انا خلاص قلبي هيقف من كتر الفزع. يا رب اكون بحلم، ما تكونش دي حقيقه. لكن للأسف ده كان حقيقي، لأن الشمعة رجعت تولع تاني، وكانت المصيبة ظهر خيال واحد على ظهر واحد تاني. وأنا كل ده وأنا واقف بره قدام أوضتي، وفضلت أنادي على أبويا وأمي وأختي يا جماعة حد يرد عليا. وفجأة بدأ يتحرك الخيال ناحيتي واختفى، بس صوت خطوات رجله عمالة تقرب مني، وكنت سامعها لحد ما وقفت، وكنت حاسس بسخونية قدامي كأن نار واقفة قصادي. ومرة واحدة لقيت دماغي بتتخبط في الحيطة والأرض لوحدها. حاولت أقاوم لكن ما قدرتش، واغمى عليا، وفقت وفتحت عيني لقيت السما والقمر. قلت لنفسي ايه ده، أنا فين؟ أنا في الشارع؟ وبعدين ايه ريحة التراب دي؟ ببص جنبي لقيت مدفن عائلة المرسي. يا نهار اسود، ده ايه ده أنا في المقابر. أنا أكيد بحلم، والله أنا بحلم، بس مش عارف أصحى. طب أنا مش بصحى ليه؟ طب ده لو حقيقة جيت هنا ازاي؟ يا دي النيلة، ما هو ده اللي ناقص. فين هدومي؟ انا عريان. ايه يا رب ده بس، ايه اللي بيحصل لي ده؟ فضلت ابص حواليا لحد ما شفته. ايوه شفت، واقف عند باب مقبرة، الراجل العجوز وشه عمال بيضلم لحد ما لامح وشه اختفت خالص، مبقاش غير عينين اللي شبه التعابين دي هي اللي بتشاور. ببص جنبي لقيت مقبرة مكتوب عليها هنا يرقد المغفور له مروان عبد الحميد. وفجأة بدأت أحس بالنوم، وبدأ الراجل العجوز صورته تتلاشى من قدامي، والدنيا دارت بيا، وفقدت الوعي تاني، واغمى عليا تاني، وصحيت بس المرة دي على سريري. أنا اللي اتأكد لي إن اللي أنا كنت فيه مش حلم، إن راسي كلها كدمات. وقمت من على السرير وجسمي كله متكسر ومش قادر أمشي. وأول ما خرجت أبويا شافني وقال لي إيه يا ابني، أنت كنت بتتخانق ولا إيه؟ قلت له اتخانق ايه بس يا بابا، ما انا لسه صاحي قصادك اهو. قال لي ايه اللي في وشك ده، كأن حد ضربك. قلت لهم اصلي وقعت من على السرير، ومحدش يسأل كتير. كنت بقول في دماغي ساعتها انا لو قلت لهم على اللي بيحصل معايا مش هيصدقوني، ده مش بعيد يودوني مستشفى المجانين، محدش اصلا هيصدق اللي انا كنت فيه. وجيت ابص على صورتي اللي متعلقه لقيتها بتهتز، عرفت ان في حاجه بتراقبني. ففكرت لو زرعت كاميرات في الشقه ساعتها على الاقل اعرف ايه اللي حواليا، بس من غير ما ابويا وامي يعرفوا. وحظي كان حلو قوي، ابويا وامي رايحين للدكتور ومش هيرجعوا الا 10 بالليل علشان هيعدوا على جدتي. واول ما مشيوا نزلت جبت الراجل بتاع الكاميرات وعمل لي كاميرات في الشقه. المهم خلص الشغل ومشي.
قعدت على الكرسي قدام الشاشة وبراقب وقاعد ومستني وقت طويل ومفيش حاجة حصلت. حسيت إن عايز أنام وحطيت دماغي على المكتب كده ورحت في النوم، وفضلت نايم حوالي ساعتين وكانت الساعة 8 تقريبا. فرحت مرجع الكاميرات وكانت الصدمة إن كان هيغمى عليا من اللي شفته. شفت نفسي وأنا نايم وبعدها قمت دخلت أوضتي ومسكت قلم وفضلت أشخبط على الحيطة، بس دي ما كانتش شخبطة عادية، دي رسالة وكانت بتقول: السفلى حضرت، الأرض الكائن، شين ميم واو. وهو ده اللي كتبته على الحيطة. حد هيجي يقول لي ايه المعنى الكلام ده، هقول له انا زيك معرفش اي حاجة. والغريبة اني بصيت للكاميرا وبرقت بعيني وابتسمت، وبعدها خرجت من الأوضة ورحت دخلت الحمام، وانا طبعا مش حاطط كاميرا في الحمام. فضلت مستني ان اخرج حتى التسجيل خلص، بس برضه ما خرجتش. ورحت شغلت قرآن في الشقة كلها، لكن انا حسيت اني مش طايق صوت القرآن ورحت قفلته. طب اعمل ايه؟ انا بجد مش عارف ايه اللي بيحصل ده. يا اما اموت نفسي، لا انا هروح اكلم الراجل ده او ادور على اي حاجة على النت باسم سحر تولش. المهم قعدت اقلب من الصفحات واشوف ولا اعمل اي حاجة، لكن لقيت في صفحة مكتوب فيها ان تولش ده ملك من ملوك قديمة قبل خلق ادم، وده تحضيره سهل بس صرفه صعب، بيحتاج قربان كبير علشان يمشي. ودي كانت اخر حاجة في الصفحة. المهم وانا قاعد حسيت بصداع شديد جدا لدرجة ان اغمى عليا، ولما صحيت لقيت نفسي على السرير مع ابويا وامي وبيقولولي: مالك يا ابني، ايه بس اللي بيحصل لك ده؟ وانا حرفيا اتخرجت وبرقت وقتها، لاني شفت ان السرير محطوط جوه القبر اللي انا شفته ساعة ما كنت مرمي في المقابر، وابويا وامي متكفنين بس وشهم هو اللي ظاهر بس. وفجأة ظهر من العدم خيالين سود، او مش عارف بسبب ان الدنيا كانت عتمة قوي، نور القمر يا دوبك مخليني المح بس اللي قدامي. وبعدين فجأة نزل من السقف سلسلتين فيهم كلبشات، وروح الاتنين حاطين السلاسل حوالين رقبة ابويا وامي، وفجأة اتسحبت السلاسل لفوق وبقى ابويا وامي متعلقين في السقف وعمالين يرفصوا ويتشنجوا علشان يحاولوا يتخلصوا من اللي حوالين رقبتهم ده. وبعدين فجأة سمعت من جنبي بيقول لي: ده قربان تحضير يا مروان، انا عارف ان حضوري بمنتهى السهولة، بس صرفي تمنه غالي كتير، انا مش هسيبك الا لما انتقم منك. ورحت بصيت جنبي لقيت ان الراجل العجوز اللي ظهر لي في الحلم والمقابر. وبعدين صحيت ومش عارف يا ترى حلم برضه ولا حقيقة، بس اللي حصل ان لقيت نفسي مرمي وسط الصحراء وقصادي مبنى غريب بس كان كله شجر ميت وقديم وكأنه اتحرق قبل كده. وبعدين اتفتحت البوابة ورحت متشال ولقيت نفسي قدام كرسي وقاعد عليه شخص مديني ظهره. وبعديها هجوم نفس الخيالين اللي هما جم قبل كده في القبر، وجه واحد على يميني والتاني على شمالي وكانوا ماسكين فاسين. لقيت مكتوب على كل فاس فيهم: الكائن انتقم، السفلي حضر، شين ميم واو. وده نفس الكلام اللي كان مكتوب على الحيطة، بس ده انتقام. يا ترى هيعمل فيا ايه؟ فجأة اتدور الكائن بالكرسي وقال لي: الآن وقت القربان، الآن الانتقام، التنفيذ الآن. ولقيت منظر عمري ما نسيته ولا هنساه. السلاسل نزلت من السقف وابويا وامي مربوطين فيها ومش عارف ازاي لسه عايشين، بس اول ما نزلوا راح الكائن بص للاتنين اللي جنبي وكل واحد رفع الفاس وقطعوا راس ابويا وامي. المصيبة اترمت الرصين جنبي، وبعديها راح مشاور لهم وراحوا رافعين الفاسين وقطعوا رجليا. وبعديها الدنيا اسودت في وشي واغمى عليا علشان افوق على اختي قاعدة جنبي وعمالة تعيط، وانا بقول لها: مالك في ايه؟ راحت قايله لي: ليه يا مروان؟ ليه هم عملوا لك ايه؟ عملوا لي ايه؟ هم مين؟ وابوك وامك يا مروان. وبعدها وريتني صورة كان فيها ابويا وامي متكفنين وراسهم مقطوعة ومحطوطة على صدرهم، وانا شفت الصورة وفضلت اعيط. جاي احاول انزل من على السرير ما قدرتش، فبشيل البطانية عشان الاقي رجلي الاتنين مقطوعين. ومن ساعتها وانا عاجز وندمان على اليوم اللي فتحت فيه الصفحة. فأرجوكم إياكم والطلاسم والتعويذ وبالذات الصفحات اللي على الفيسبوك وكده، وأختارهم هو فضول الإنسان. وكده يا صديقي يكون خلصت قصتنا النهاردة. ياريت بعد إذنك تشترك في القناة وتدوس لايك علشان فيديوهاتي توصل لأكبر عدد من الناس. وبشكرك يا صديقي على سماعي، وأتمنى إنك تقول رأيك في الفيديو ده. وبشكرك يا صديقي على سماعك القصة، وشكرا.